أصغر دولة في العالم موجودة تحت البحر. دولة زي دي فيها سجن ليه؟ دولة سيلاند، دولة كاملة موجودة تحت البحر، عبارة عن ممر وبرميلين. أنا مش عارف إزاي دي عملوها دولة. لو عايز تروح الدولة دي الطريق ليها صعب جدا. بتبدأ تتحرك الساعة 6 الصبح من لندن، وبتاخد في الطريق لحد بره لندن حوالي ساعتين تقريبا، لحد ما توصل بره لندن وبتوصل لحد مينا. المينا دي على السواحل بتاعة المملكة المتحدة، ومن هناك بتدخل علشان تمضي التأشيرة. أيوة تأشيرة، الدولة دي ليها تأشيرة. يعني دول كاملة كبيرة ممكن تروحها من غير تأشيرة، لكن الدولة دي بالذات ليها تأشيرة. بعد ما بتمضي التأشيرة بتبدأ تتحرك في مركب بتاخدك حوالي ساعة تقريبا في المية لحد ما توصل لسيلاند، أصغر دولة في العالم. عشان تطلع الدولة دي محتاج إن أنت تتربط بحبال كويس قوي، لأنه ملهاش طريقة طلوع ليها غير الطريقة دي. الطريقة دي بتطلعك لحد الدولة فوق بالحبال. بس يا ترى إيه سر الدولة دي؟ وليه هي أصغر دولة في العالم؟ وليه موجودة في المكان ده؟ سنة 1960 واحد اسمه روي بيتس قرر في مرة ان هو عايز يعمل محطة إذاعية، وعشان يعمل محطة إذاعية في الوقت ده كان ممنوع تماما. حاول يعمل المستحيل لكن كان ممنوع بسبب ان البي بي سي كانت هي المحطة الإذاعية الوحيدة، وما كانتش بتسمح ان يبقى فيه اي إذاعة غيرها. والراجل ده كان عايز يعمل محطة إذاعية، فقال لك بس انا هطلع على مكان لوحدي مفيش حد فيه ومش تحت سلطة حد عشان اقدر افتح المحطة اللي انا عايزها. وفعلا راح للمكان بتاع سيلاند في وسط البحر، لانه البحر ده في الوقت ده كان فيه فاصل ما بينه وما بين الساحل بتاع المملكة المتحدة، فكان المملكة المتحدة ملهاش اي سلطة عليه، وعشان كده كان في وسط البحر، وده يعتبر مياه دولية في المحيط، فمحدش ليه سلطة عليه. وفعلا اول ما وصل هناك بدأ يأسس المحطة الإذاعية بتاعته. بس جات له فكرة وهو قاعد قال هو انا ليه اعمل محطة إذاعية بس؟ ما انا لوحدي، انا ممكن اعمل دولة كاملة. وهنا كانت الفكرة وكانت بداية دولة سيلاند. وقال لك طالما انا أسست دولة يبقى انا هبقى الامير بتاعها، وفعلا عمل نفسه امير عليها، وعمل تصميم لعلم ورفع علم سيلاند، وجهز ليها جواز سفر عشان اي حد عايز يسافر للدولة دي، وعمل عملة خاصة بيها عشان المعاملات التجارية اللي جوه الدولة، وعمل ختم عشان الهجرة. اي جواز سفر لازم يتختم بالختم ده. بنى في سيلاند 7 غرف علشان الناس لما تيجي تعرف تقعد فيها. ال7 غرف دول مبنيين بالكامل في العمودين اللي شايلين الدولة، والغرف دي موجودة في العمودين تحت المية، يعني انت لو قاعد جوه الغرفة هتسمع اصوات المية حواليك. وعمل فيها مطبخ كامل علشان اي حد يعرف يطبخ فيه في كل احتياجات الشخص اللي هيطبخ، وعمل غرفة معيشة كبيرة وحمام وجيم عشان الناس اللي بتلعب رياضة، وعمل فيها مكان للصلاة. بس اهم حاجة في المكان ده انه بيشمل كل الديانات، يعني مكان جاهز لأي حد من أي دين. وعمل فيها كمان سجن. طب يا ترى دولة زي دي فيها سجن ليه؟ واحد من ضمن الزوار اللي كانوا بيجوا لسيلاند عمل جواز سفر لسيلاند وهو مش من حقه، فاتقبض عليه واتسجن جوه سيلاند 3 شهور. عمنا روي بيتس حب يجيب كهرباء المكان ده في وسط المية، فمش هيعرف يجيب كهرباء، قرر ان هو يجيبها من الرياح. عمل طواحين رياح وبدأ يستمد الكهرباء منها، واعتمد كمان على الألواح الشمسية اللي ركبها فوق سيلاند، وبدأ يستمد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وعشان يوفر مية للمكان ده اعتمد على مية المطر، وجاب حارس أمن 7 أيام في الأسبوع، وقاعد 24 ساعة بيحرس الدولة. بعد 60 سنة بدأت العيلة تورث المكان ده، وبدأوا عيلته يبقوا رؤساء. وفعلا الأمير ليام والأمير جيمس بقى هم الرؤساء بتاع الدولة دي. الغريب في الموضوع إن هم مش معتبرينه مكان سياحي، لا ده مكان حقيقي ودولة حقيقية، وليه مواطنين وليه كل حاجة بتخص الدولة، وليه سلطة وسيادة خاصة بيه. بس المشكلة ان المملكة المتحدة مش عايزة تعترف بيهم كدولة، بس هم عندهم امل كبير جدا انها تعترف بيهم كدولة مستقلة ليها كل المزايا اللي بتبقى لاي دولة. حصل في مرة ان كان عندهم حد سجين من دولة تانية، والدولة دي جت تتفاوض معاهم عشان تخرج السجين اللي عندهم. المهم هنا انه رغم عدم اعتراف المملكة المتحدة بيهم كدولة، هم لحد دلوقتي عندهم امل ولسه بيحاولوا في الموضوع، ومش مهتمين خالص انه مفيش دولة اعترفت بيهم كدولة، لكن هم مهتمين جدا ان هم يكبروا دولتهم ويخلوها دولة بجد ليها كل مزايا اي دولة تانية. قرروا ان هم يعملوا لها عملة رقمية ومواطنين رقميين، ويخلوا الناس يبقوا مواطنين فيها، ومسموح من اي مكان انه يبقى اي حد مواطن فيها. لانه من طبيعة الحال عشان تعمل دولة الموضوع صعب، بس
بس انت محتاج مكان تعمل عليه الدوله دي، ومحتاج شعب عشان يعيش في الدوله دي ويبقوا هم المواطنين بتوعها. هو ده هدفهم، ان هم يكبروا دولتهم. الميزه في الموضوع انه ده بيقول لك قد ايه لو انت عندك حلم خليك وراه، والحلم ده هيتحقق في يوم من الايام، حتى لو كان الحلم بالنسبه لناس كتير جدا مش طبيعي وحاجه مجنونه انت بتعملها، ومحدش هيصدقك ولا حد هيمشي وراك، لان الموضوع اصلا من اوله لاخره اكيد محدش هيقتنع بيه. يعني ايه رايح تعمل في مكان دوله لوحدك وهتعيش فيها وهتكون كل امكانيات الدوله دي؟ بس هم لحد دلوقتي مستمرين في الموضوع وبيكبروه ومؤمنين بيه جدا، وده ان دل هيدل على انك لو سعيت لحلمك وكملت فيه باستمراريه هتوصل للحلم ده، مهما كان بالنسبه للناس هو حلم مستحيل وصعب جدا تحقيقه، بس بالنسبه لك انت تحقيقه ممكن لو استمريت ولو فضلت تحلم، وحلمك ده اتمسكت بيه هتوصل له في يوم من الايام حتى لو كان دولتك الخاصه. انا عادل مجدي، يا ريت نعمل شير كتير جدا للموضوع ده، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. لو قررت تحلم بحاجه وتنفذها هتكون ايه؟